في كثير من الناس ما يدرون أنه كانت العلاقة العثمانية والعلاقة مع الألمان علاقة وطيئة وقوية جدا جدا. قوية مع الملك الألماني. اسمع العلم يلي تأخذ منه دروس، تأخذ منه درس بالوطنية وغيرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. لا تنسونا من المتابعة والاشتراك بالقناة وحط لك لايك، وإذا شفت لك شيء يروح يمين ولا يسار دود برقش اللي يسميه عادي حط لها ليس يا رجال، ما عليك. يوم من الأيام حتى قبل ما أفوت بغصة، ترى حتى الحرب العالمية الأولى تبع الألمان لما دخلوا من العثمانيين، ترى العثمانيين ما كان لهم علاقة ولا أي شيء بهاي، ولكن دخلوا وانتهت الدولة العثمانية حتى بالحروب الأولى. يوم من الأيام قلت لك أنا كانت العلاقة العثمانية مع علاقة الألمان علاقة كانت قوية. يوم من الأيام إمبراطور الألماني أرسل وفد، وزير عنده وزوجته وكم وزير معاه، قالهم تروحون للباب العالي أو تروحون للعثمانيين بتركيا. قالهم حلو والله نحن نروح والله نمر الشام ونحط، قال هم تروحون تضبطون علاقاتنا وتضبطون أمورنا وترجعون في وقتها. قال أوكي. وهم يجوا لك الألمان قالوا أول شيء والله نروح الشام، وبعد الشام نروح الباب العالي والأمور طيبة. قال أيوه. وهم يجون تناقلون الأخبار والله جايين الألمان جايين الألمان جايين الألمان، ويدخلون الشام الألمان، الوزير ومرته ومعه كم وزير نوب كذا من الأمور هذه، ويجون عند أحد الولايات اللي بالشام الولايات العثمانية. لما دخلهم سلام حياك الله يا مرحبا، وقعدوا من المجلس قهويهم ضبط شاي غدا وغيره ضبط الأمور. وفجأة هم جالسين وعم الصمت، عم الصوت، ما ضل حد يسولف ولا كذا. يقوم هذا الوالي شو يقول لهم العثماني؟ قال يا ولد انت ما عجبكم شيء عندنا بالشام، تروحون نطلعكم نجيب كم اي شيء يعني بالشام، يعني حاب انه يفتح معاهم موضوع. اوكي يعني خلاص تعرف افتح باب حديث، اي شيء عجبكم بالشام كذا وتحبون نطلعكم بالشام دليل سياحي، ابشروا من اللي تبونه. انتم جيتم الشام مو على كيفكم جاي على طول، خلص شوفوا اي مكان تحبون تروحون ناخذكم سياحه نضبط لكم الامور. وتنقز زوجة الوزير الألماني قالت والله شوف يا الوالي والله أنا عجبتني شغله، والله إذا تقدر عليها بيها. قال والله ابشري، يقول اللي نقدر عليه والله يصير خاطرك. قالت وانا جاي عندكم؟ أيوة. قال وانا جاي في المحل الفلاني كذا كذا، اشارت له. قال أيوة عرفنا هذا منيح. قالت في عنده حمار. قال أيوة. قالت والله أبي هذا الحمار منه أخذه معي الألماني. قال بس هذا؟ قالت والله بس هذا، أبي هالحمار هذا أخذه معي الألماني. قال ابشري ابشر يا احلى حمار. قال لا ما اريد لا احلى حمار ولا 100 حمار، ابي هالحمار هذا عند صاحب الدكان ما اريد غيره. قال ابشر. وينقز على واحد من الحراس اللي عنده تعال على الخدم، قال تعرف المكان الفلاني فلاني؟ قال ايوه. قال روح اقول له يسلم عليك الوالي ويبي منك هذا الحمار وتعال وجيبه تعال. قال ابشر. هو يروح عند صاحب المحل، سلام حياك الله يا مرحبا. قال له الحبيب يسلم عليك الوالي. قال ايوه. قال له في عندك حمار؟ قال ايوه هذا الحمار هذا. قال ايوه هذا الحمار. قال له والله يبي الوالي. قال ابشر يبي الوالي ياخذه، بس والله شو يسوي الوالي في الحمار يعني؟ قال والله يشوف هو مو هو له. قال له لمن؟ قال له تخبر عدم الألمان من شوي من هنا وكذا. قال لي هذول زاع صيتهم مباشر وقال انهم وزراء وكذا وطالعين الباب العالي من هالسوالف. قال ايوه. قال له زوجته؟ ايوه. قال والله هي قالت تبي الحمار. قال له زوجة الوزير الألماني تبي الحمار هذا؟ قال ايوه. قال له تاخذه مع الألماني؟ قال ايه. قالوا ايوه. قال والله بس اعطينا الحمار. قالوا تدري؟ قال ايوه. قال الله ياخذك وياخذ وجهك وياخذ. خلصت كلامه؟ قال ايوه. قال قوم اقلب وجهك انقلع. قال يا ابن الحلال ما يصير ترى هذا الوالي. قال له قول جهنم اللي تاخذك تاخذ الوالي، الله ياخذك انت بالوالي، صندوق بويه محبول انت. والله حمار ثول. يلا هو يطرده، هو يروح هذا الوالي سلام حيك بشر ايش صار عندك؟ هو يريد بس ينطي الألمان. قال والله ما رضى يعطيني الحمار. قال ابن الحلال. قال لي والله قلت له. قال يقول لي الله وقلب وجهك يا رجال ما دريت تطلع كيف المحل. قالوا طيب اعطوني اول خير، حط رجله على الخير والله عند صاحب المحل. يا ولد مهبول انا اقول لك تنطيني حمار وجينا المان وهديه ما تقول لي ما تنطي. قال له يا الامير يا حبيبي انت الوالي يرث ولا انت صاحي
يا ولد بيك شي انت، بس قل لي. قال ايش عندك؟ قال له شايف الخيول اللي هناك؟ قال ايوه. قال له روح تنقى اي خيل من خيولنا الاصيله العربيه وخذها واهديهم اياه. تهديهم حمار؟ قال له انت ايش عندك؟ اهديهم حمار ولا خيل عربي؟ هم طلبوه وانا خيرتهم، قلت لهم ابشر بيجيكم. قال ايوه يا حبيبي، حمار ما في منطقه. قال والله تنطيق. قالوا يا أخي طول بالك شو انطيك العلم. قالوا ايش العلم؟ قالوا طيب اذا راحوا من الالمان، قالوا هذول راعين سوالف راعين خبث انت ما تفهمهم. قالوا ايش عندهم؟ قالوا اجلس استريح استريح انطيك العلم. هو يجلس الوالي ويسرد له، وقال له يا حبيبي اذا اعطيتهم الحمار يروحون من المانيا صح؟ قالوا ايوه. قالوا ياخذون معهم الالماني؟ قالوا ايوه. قالوا حلو. قالوا هذول بس وصلوا من المانيا يقولون والله زرنا الشام وكذا. نقول ايش جبتوا لنا من الشام؟ يقولون والله جبنا حمار الشامي. قالوا ايوه. قالوا إذا سألوهم قالوا والله ايش كيف لقيتهم شاب؟ قالوا والله لقينا هالحمار وجبناه. قالوا ايوه. قالوا والله يقولون والله الحمار الشامي وراح الشامي. ويا حبيبي انت تقلب الدنيا علينا، واي واحد يشوفون هناك من الشام او سوريا يقولون ها حماركم، يا الشاميين حماركم. تفضحنا انت يا اخي، انت ما عندك حس وطني، ما عندك وطنيه، ما عندك شيء انتماء. حمار شايله من الشام اللي هنا. خذ لهم عربي اصيل قولوا منين جايبين الخيل العربي هذا وخيل الاصيل هذا؟ يقول لك والله من الشام. والله يبيض الوجه، دز حمار تفضحنا انت تسود وجهنا. هم دايرين وراك، هم رايدين. هو شافهم الخيل بس ما يبون الخيل منك، يبون حمار عشان يقول والله الحمار الشامي، والله هو حمار السوري وكذا. مهبول انت اثول. وهو عاد كان الوالي يعني تسمع صندوق بويه، هو مو صندوق بويه كامل، نص صندوق يعني. قال له هذا الكلام ما ينفع. قالوا بالحمار، قالوا والله الحمار والله ما تشيله، تاخذ خير خذ ما يلا اقلب وجهك. قال لي ولد اسجن. قال له سوي اللي تريده، والله حمار ما تشيله، والله اذبح منطقي يا ابن الحلال. حمار الشام الالماني وتقول والله حمار الشامي. يا رجال انت دمغنا دمغ يا رجال، ما تخلي علينا. وقال يقول والله لا ارسلك الباب العالي، والله لاسطنبول والله لا تروح. ثوال انت. هو يجي الحرس ينادي الحرس، يا حرس يلا ضبوه يلا اقلعوا الباب العالي. قال والله تاخذني لاخر الدنيا والله من منطي. قالوا روح انا رفعت فيك برقيه اللي هناك وما عليك انت، هم عارفين تصرفك انت، فضحنا قدام الالمان انت مهبول اثول صاحي. قالوا اثول صاحي والله ما عاد اثول غير انت الله ياخذ. هو يروح الباب العالي فوق تحت وبص سلام حياك الله يا مرحبا. وجم قالوا له والله العلم 1 2 3. قال ليش؟ هو يدخل عليه. قالوا له العلم كذا. اخي نطيف حمار انت ايش خسران؟ قالوا يا شوف يا الامير، هو الباب العالي ويقول لك شوف تسمع يقول لك سبحان الله طير فوق طير، هذا يرسل من هنا لانقره مدري اسطنبول وكذا. طبعا هذا الكلام يقال انه عام 1880 كان يمكن حميد الثاني او حسب ما قريته، مو حميد الاول، يمكن حميد الثاني والاول ما اعرف والله، انت تدرون انطوني العلم. قالوا والله جي ويطلب مني الحمار، والقصه 1 2 3. يا اخي يروح للالماني يقولون حمار شامي وكذا، يا اخي هذا ما عنده حس وطني ما عنده كذا. ونقول له حميد الثاني قال والله عز الله انك افلحت، قسم بذات الله انك جبت العلم الصواب. تدري يا اصرفوا له راتب شهري، عطوه مدى الحياه اللي يموت، اعطوه اصرفوا له راتب شهري خلاص، وراتب اللي يدسم الشوارع. يا عم هذا حس الوطني، هاي الوطنيه اللي تنتمي لها انت. وجه ذاك واحد يقول لك والله حمار. يا رجال في غيرك باع وطنيتهم بعرض من الدنيا قليل وانت متراضي، وانت تعرف الوالي لو منطيه ينطيك ملايين. قالوا ايوه والله وعرض علي وكذا، هو فعلا فتك بالقصه عرض عليه اموال وكذا ما في مرضى يعطيه. قالوا لا خلاص انا اعوضك انطيك اموال وهاي ما ادري كم لير ذهب، خذ هديه وخذ راتب، وبدال الحمار اعطوه 1,000,000 حمار خليه يروح توكل على الله. ولا يفشلنا قدام الالمان ويسوي لنا مضحك يقولون ها الشام والدوله العثمانيه يهدون حمار. دائما خلي عندكم حس الوطني عادي يكون، وخلي انتمائك للوطن يا حبيبي. عز يا مال العز وطنك يا حبيبي، وطنك ووطنك وطنك وغير السلام على الدنيا كلها. شوف ترى كثير من الناس تفاخر بوطنه وكذا، كل وطنه عادي، بس ولكن لما تشوف تسمع يسولف عن وطنه وكذا ويفتخر فيه يقول والله ونعم. اي والله ونعم. هاي مجاد نحن وكذا. السوريين لا تخاف، انتم عندكم تاريخ عريق ما شاء الله. هذا يسود وجهنا يرسل الله لا يوفق، يرسل للمانيا يقول والله السوريين هدون حمار الله ياخذه. كل الحضارات اللي عندنا كل التقنيات كنا لحدنا انت عيار في بالمانيا. عندنا الاف الدكاتره حزين ما يفعلون يرسلونهم من سوريا. ليش؟ يقول لك والله السوريين اللي بالمانيا امورهم طيبه ودكاتره وكذا، نفتقر البلد اذا راح من السوريين الاطباء وكذا، وهذه بيرسل حمار. يعني بكره يجون السوريين ايوه
يقول لك والله السوريين دكاترة وسوريين كذا وصيادلة ومشاهير وكذا، ما شاء الله. طبعا المشاهير اللي محترمين زيه زيك، مو فهمت علي؟ واللي يجي هذاك يقول لك والله حمار، الله ياخذك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.